اهلا بيكم في اول فيديو في قناة مو 4G. احنا النهاردة هنلعب ماينكرافت، وهتبقى اول بداية سلسلة ماينكرافت في القناة، ودي هتبقى اول لعبة هلعبها. طبعا في المستقبل ان شاء الله هيبقى فيه العاب اكتر، وهنتطور واحدة بواحدة. نسمي العالم اسم عادي، اي حاجة نسميه على اسم القناة، مثلا مو 4G. هنبتدي سلسلة سيرفايفل عادي ان شاء الله، هنمشي فيها واحدة واحدة، هنتطور فيها. وبدأنا العالم، نزلنا في مكان نوعا ما كويس جنبنا خلفان كتير. هنعمل سرير مش هنتعب. نجمع الخشب ده طبعا. واحنا كده في الفيديو اتمنى منكم تنزلوا تعملوا بقى لايك وسبسكرايب، وتدوني برضو ارائكم في الكومنتات. كده نكون جمعنا الخشب. اعذروا بقى اللعب على الكمبيوتر، لان بصراحة عمري ما لعبت ماينكرافت على الكمبيوتر، كان دايما بلعبها على الموبايل يعني وكده. اول تجربة ليا معاكم هنا، فهنتعلم واحدة واحدة يعني. هنعمل اول حاجة بكاكس خشب، وبعد كده ننزل نجيب شوية راح فين بعد كده ننزل نجيب شوية طوب. طبعا بقى لما نجمع طوب بقى وكده، عندي النهاردة هدف ان احنا نلاقي قرية بإذن الله، فيليج، ونلاقي ومثلا نظبط نفسنا نلاقي ايرن ولا حاجة، نجيب شوية حديد يعني. فهنشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي يعني ان شاء الله. ممكن اجمع شويه بحيث ان احنا نعمل فرن ونعمل ادوات، بس ايه تمشي الدنيا معانا النهارده. حلو شويه فحم كمان، الفحم ده هيبقى مهم جدا. بس كده نكون جمعنا الفحم، نطلع بقى كده نظبط الدنيا، نعمل الادوات. يلا يا ابني يلا، نعمل الادوات والحاجه. عملنا البيكاكس، ونعمل بقى السيف. وبعد كده نقتل الخرفان ونعمل سرير، لان السرير ده اهم حاجه في السلسله، لان لو الليل جه علينا مش هنقدر نعيش. طب يعني بص والنبي، اقتله انا ازاي ده يعني؟ مش مهم، في خرفان تاني، في خرفان تاني اكيد. اه لا، الدنيا مليانه يا عم. يلا يا عم. انا شايف ان احنا نقتل شويه شويه خرفان كده، بحيث ان احنا يبقى معانا اكل ونعمل السرير. اعتقد تمن لحمات دلوقتي مش مش قليلين يعني، حلوين لحد ما ندور كده على قرية حلوة او كهف. لو لقينا كهف حلو ممكن انزل. هحتاج خشب. نعمل شوية، نجيب شوية خشب. ايوه نجيب خشبة كمان وخلاص، مش حوار يعني. ممكن كمان خشبة، يلا. نعمل السرير. وكده عملنا الحاجة، ماشي. كده عملنا السرير وظبطنا الدنيا من الأدوات. ندور بقى على كهف حلو، بس ما يكونش بقى يعني عميق، بحيث ان احنا ايه ما نموتش من اول فيديو كده. المنطقة دي جامدة جدا، المنطقة دي جامدة موت. احنا ايه، انا شايف ان احنا ننزل، لان انا حاسس ان قلبي حاسس ان احنا هنلاقي قرية النهاردة هنا. هنا في بحر. انزل. مشكلة بس هنلاقي قرية فين؟ الله اعلم بقى. اوه حلو، لو الكهف ده يبقى كامل. لا انا شايف ان احنا منغامرش دلوقتي، لان الكهف ده شكله غويط. مش هلاقي لو لقيت حديد مش هعرف اطلع.
نمشي 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 نمشي. طيب انا هدور كده، ولما الاقي حاجة هنرجع لكم ان شاء الله. اوه حلو قوي الكهف ده يا شباب، حلو ده. انا شايف ان ده كهف جميل. بس استنى استنى استنى، احنا نعمل شوية شمع بس كده، بحيث ان ايوه، بس كفاية اوي كده. الدنيا هنا مسدودة، انا بس الاقي بس شوية حديد واطلع. بس انا مش عايز اقابل بس ايه وحوش من دلوقتي، لان انا مش معايا دروع. يا نهار ابيض على الكهف. بس حلو قوي. احنا نجمع شوية الحديد دولت، يا رب يطلعوا حبة حلوين، بحيث ان احنا نعمل سيف. نعمل سيف ونعمل مثلا بيكاكس ولا حاجة. بفكر ان انا ادور تاني. انا عارف ان الطمع ده هيوديني في داهية، وافتكروا كلامي كويس جدا. اه ماشي، لا ده كده هطلع. ماشي، لازم نفتكر بقى كده الطريق بالشمع ده. ايوه ايوه. ايه ده؟ الدنيا مسدودة هنا برضه. لا نرجع نرجع، ملهاش لازمة خالص، مع ان غريبة اوي الدخلة دي. طب ايه، في حاجة هنا؟ طيب يا شباب كده مفيش حاجة خالص في الكهف ده، فانا هطلع بقى، لان ايه بصراحة ملهاش لازمة يعني، هنضيع وقت. وانا بصراحة عايز استفيد ادينا طلعنا من الكهف، استفدنا يعني كم حبة حديد، 6. والله مش وحشين، هيعملوا السيف ويعملوا البيكاكس وخلاص زي الفل. املي بس نلاقي قرية النهاردة، قرية وهتبقى الدنيا زي الفل. اوه، قرية يا شباب. احنا حظنا النهاردة جامد جدا، حظنا جامد جدا. لا وشكل القرية مليانة، حاسس ان فيها حاجة. نجمع بس كده بحيث ان احنا يبقى معانا ايه، مش هيبقى فيه خوف من الاكل كده، يبقى هنعمل عيش هيبقى زي الفل قوي. لا والقرية كمان مكانها حلو، يعني احنا ممكن نعيش هنا لفترة مثلا، بحيث ان احنا نظبط نفسنا ونجمع موارد وكده بقى، ون... نمشي من هنا ونعمل بيت بقى احنا. طبعا اللي يعني اللي عنده تصميم بيت حلو. اوبا، جامد موت. لا ده انا اروح، استنى بس ننام قبل ما يطلع علينا وحوش. نام 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 يا ابني، ننام ونطلع نشوف الدنيا. في بلوكتين دهب كده، انا هضطر اسيح الحديد الاول، بحيث ان انا اخد الدهب ده هيبقى موت. بس يا رب، يا رب بقى يطلع حاجة جامدة كده في التشيست. يا سلام لو، يا سلام كده بس لو معانا يطلع دايموند ولا حاجة من أول حلقة، تبقى إيه جامد موت. بسم الله. مم، ماشي. هو يعني مش وحش ومش أحسن حاجة في الدنيا، حلو ماشي. طب والله الحديد ده ممكن هيعملوا لنا كام؟ ما هيعملوا واحدة. ماشي ماشي ماشي. نفتكر بقى إن في هنا بوابة نظر مكسورة، عشان إيه ده؟ عشان نيجي نكسر البلوكات الجولد. نرجع بقى نلوت القرية. حلو ان السيف عليه انبريكنج، لان السيف الجولد بيتكسر بسرعة، فالتطوير هيتساعد. هي بس اسوأ حاجة في القرية ان هي على جبال، يعني هتتعبني بقى في الطلوع والنزول.
ماشي 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 ماشي. نخش اول بيت كده. يا سلام بقى لو نلاقي المكان بتاع البلاك سميث عشان نلاقي مثلا دروع او او ادوات حلوة، يبقى تبقى قرية 10/10. هو ايه؟ مفيش صناديق خالص في القرية دي ولا ايه؟ كده كده هزعل، كده هزعل. ماشي ماشي. تعالى يا ابني، هتموتوا انتوا هتموتوا. تعالى يا ابني. انت رايح فين؟ رايح فين؟ لا، قرية تعبانة جدا يا شباب، ما فيهاش اي حاجة خالص، وما فيهاش بيوت، وكمان ما فيهاش تشستات يعني. الفرن ده حلو، هيفيدني بعد كده. حلو ده، هاته هاته. ماشي. مش احسن حاجة خالص القرية دي، ما فيهاش اي بيوت تاني كده. ازاي يعني؟ القرية التعبانة دي. طيب كده ما فيش اي حاجة هنستفيد بيها في القرية دي. فانا شايف بصراحة ان هي ملهاش لازمة ان انا اقعد فيها، لان كمان موقعها مش حلو، لان هي على جبال. فانا بصراحة سايح الحديد بسرعة، واخد بلوكات الجولد اللي هناك دي، لان اكيد هستفيد بيها، اكيد اكيد هستفيد بيها. بصراحة مش هعمل، حاسس انها ملهاش لازمة ان انا اعمل سيف دلوقتي، لان السيف اللي معايا كويس. ايوه. ده اطلع بره. ايوه هات بقى كده، ايوه 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 ايوه. زي الفل. وقت الحاجة. بصراحة هدور بصراحة على قرية تانية، ونختم بقى الفيديو يعني ايه. اعتقد اعتقد هو مش هيبقى فيه قرية جنب القرية دي خالص في الناحية دي. انا ممكن اروح هناك كده. ده اللي انا شايفه بصراحة. في قصب سكر انا شايفه اهو، ده نستفيد بيه اكيد في المستقبل. فاخده عشان بعد كده لما نستقر في مكان نعمل مزرعة قصب سكر. ايوه. حلو والله، قصب سكر مش قليل يعني. اوه يا شباب، لقينا صحراء. يا سلام لو نلاقي بقى معبد صحراء، هيبقى الفيديو ده جامد جدا. نلاقي معبد صحراء كده هيبقى ايه موت. وان شاء الله هنلاقي فيه كمان دايموند ولا حاجة، هتبقى سلسلة دمار. دايما اعتقد البلوكات دي دايما يا نهار ابيض على الريفين. ايه ده؟ ندور ندور ندور. مش عارف بصراحة امشي ازاي، ادور فين. يعني لو لقينا معبد صحراء او قرية الصحراء بتبقى حلوة. نلاقي جمل، بس المشكلة مش فاكر الجمل بنروضه بالسادل ولا بنركبه عادي، مش فاكر بصراحة. شكلها اصلا قرية، شكلها صحراء صغيرة، ومش هنلاقي اي حاجة فيها. اوبا، تقريبا لقيت معبد الصحراء يا شباب، تقريبا. استنوا. ما لقيناش حاجة. ولا كنا شفنا اي حاجة، ولا كأنكم سمعتوا اي حاجة برضو. هننام بقى، لان الصحراء لو الليل جه فيها مش هنطلع منها عايشين. لا لا يا شباب، بجد حظنا خرافي. خرافي. بصوا احنا لقينا ايه. بصوا البويم اللي احنا شفنا لقيناه. بس المشكلة مش هستفيد بيه دلوقتي خالص. بجد مش هستفيد بيه. مش... انا مش فاكر بيبقى فيه
قرية في الصحراء الحمراء ولا لأ، بصراحة مش فاكر خالص. وللأسف يا شباب بعد تصوير آخر جزء في الفيديو اكتشفت إن المايك فصل. بس هو كان الخلاصة إن احنا لقينا قرية هنا، قرية حلوة وهنستقر فيها خلاص. أعتقد لقينا برضو ما لقيناش فيها حاجة، بس لقينا سل. وقلت لكم يا ريت هنروض الحصان المرة الجاية، فاللي عنده أي اسم الحصان يكتبهولي في الكومنتات و... وهسميه بالاسم اللي هختاره أنا من الكومنتات. وكمان الفيديو اللي جاي هيبقى عبارة عن رحلة كهفية. كان في هنا كهف اهو، الكهف ده اللي هننزل فيه المرة الجاية. هظبط نفسي اجيب بقى فحم واعمل شموع وننزله المرة الجاية، بحيث ان احنا ندور بقى على نظبط نفسنا من حوار الايرون، ولو لقينا كمان دايموند يبقى زي الفل قوي. بس كده ده كان نهاية مقطعنا، يا رب يكون عجبكم، وما تنسونيش بالاشتراك واللايك. وبس كده، مع السلامة.